اسمع يا رعاك الله. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إن الاعتماد على الشيء هو الاستناد عليه والركون إليه. وقبل الشروع في بيان معنى الحكمة العام لابد من الإشارة إلى انقسام الأعمال التي يقوم بها المكلف إلى 3 أقسام. القسم الأول عمل الشريعة، ويسمى الإسلام، وهو الركن الأول من أركان الدين الكامل المشار إليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما القسم الثاني فهو عمل الطريقة أو السلوك، ويسمى الإيمان، وهو الركن الثاني من أركان الدين الكامل. أما القسم الثالث فهو عمل الحقيقة، وهو الإحسان، ويسمى الإحسان، وهو الركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكامل. فالشريعة أو الإسلام لإصلاح الظواهر أو الجوارح، ويتحقق ذلك بامتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي. والطريقة أو الإيمان لإصلاح الضمائر كالقلب والنفس، ويتحقق ذلك بتهذيب النفس وتخليتها من الرذائل وتربيتها وتحليتها بأنواع الفضائل. إن هذه الحكمة أيها الأحبة تحث المسلم على عدم الاعتماد على أعماله الصالحة، سواء كانت من مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، بأن يغتر بها ويركن إليها، بل يجب عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وبرحمته وفضله، مصداقا لقوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومهما فعل الإنسان من أعمال فلن يدخل الجنة إلا بفضل الله. وقد ورد في الأثر أن عابدا عبد الله بجزيرة منعزلة عن الناس، فلما مات قال الله: أدخلوه الجنة بفضلي. قال: يا رب بل بعملي، فإني لم أعمل أي إثم أو ذنب أو معصية. فقال الله تعالى: يا ملائكتي زنوا عمل عبدي وزنوا نعمة البصر التي أنعمت عليه بها. فرجحت كفة البصر، فقال الله: أدخلوه النار. قال: يا رب بل أدخل الجنة بفضلك. وطبعا الهدف من هذه القصة، وهو أرحم الراحمين، أن لا يغتر الإنسان بعمله، فإن هذا العمل الذي نقوم به بهذا الجسد الذي أعطانا الله إياه، وإذا كنا نذكر الله فإننا نذكره بهذا اللسان الذي هو من نعم الله علينا، وإذا كنا نتصدق فإن ذلك كله من عند الله. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. وذلك لأن عمل الإنسان لا يكون معتبرا إلا إذا كان مقبولا، وقبول العمل بمحض فضل الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أن أعمال العبد هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومنه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
فاللبيب من لا يعظم رجاؤه إذا ما كثرت أعماله، ولا يقنط من رحمة الله تعالى ولا ييأس إذا ما قصر في الطاعة أو وقع في المعصية. قال الإمام الشافعي: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. وقال الشيخ ابن عطاء الله: ولا يمنعه ذنب من رجاء فإن الله غفار الذنوب. وقال الإمام البصيري: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. ولا يظن أحد أيها الأحبة أن هذه الحكمة تقلل من أهمية الإكثار من الأعمال الصالحة، بل هي تحذر الإنسان من الاعتماد عليها والركون إليها والغرور بها، لكي لا ينقص الرجاء إذا ما قصر يوما ما أو ييأس من رحمة الله، فيصدق في حقه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأعمال الصالحة هي سبب رضا الله تعالى، وهي من رضاه سبحانه وتعالى، ورفع الدرجات في الجنة. فعلى المسلم أن يتمثل في قول الله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ويعمل بقول الله تعالى أيضا: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.